صباح الخير. يلا نعمل مع بعض سمك قاروص مشوي في الفرن. تتبيلة السمك هحط بقدونس فلفل الوان وفلفل اخضر 4 فصوص ثوم واضربهم كويس في الكبة، وبعدين هحط ملح وكمون وكزبرة واتبل بيهم. وهعمل فتحات في السمك زي ما هو واضح في الفيديو، وهحشي الفتحات دي وهحشي السلسلة بتاعته، ومن بره هرش عليه زيت وليمون. هعصر عليه ليمونة كبيرة وهرش عليه زيت من الناحيتين، وهدخله فرن ساخن هياخد حوالي من 10 ل 12 دقيقة وهيكون استوى معانا كويس جدا. وهنعمل كمان جندفلي. اول حاجة بجيبه بشطفه وبعدين بحطه في مية دافية لمدة ربع ساعة علشان يبدأ يفتح في المية. انا مش عايزاها سخنة، انا عايزاها بس دافية. بعد ما تعدي ربع ساعة هشطفه تاني، هفضي المية اللي عليه واعمله مية نظيفة واشطفه كويس وابدأ افتحه بالسكينة علشان اتأكد ان كله اتفتح ومفيش فيه حاجة فيها رملة. هجهز الخلطة بتاعته، هحط فلفل اخضر وفلفل الوان وتوم واضربهم كويس جدا، وبعدين هحط ملح وكمون وكزبرة وزيت وليمون واقلبهم مع بعض. وبعدين هجيب الصينية بتاعتي احطها على النار تسخن كويس من غير نقطة زيت، واحط فيها الجندفلي، وبعدين هحط الخلطة عليه واقلبه، وهقطع يعني ربع بصلة صغيرة مكعبات صغيرة وهرشها عليه واسيبها على نار هادية لمدة 10 دقايق. هيكون استوى معايا. اول ما اطفي عليه هرش رشة بقدونس وهعصر عليه ليمون وبس كده، ويكون الجندفلي جاهز معانا. وانا متأكدة ان طريقة الرز دي هتعجبكم جدا، وبألف هنا. وما تنسوش لايك وشير لو عجبكم الفيديو.